يلا يا جماعة، النهاردة هنعمل اختراع. هنعمل البطاطا في الخلاط، ولا نشويها ولا هنعمل لها بقى بشاميل ولا هنعمل اي حاجة. هنحط البطاطا في الخلاط وهنوفر وقت ومجهود وكل حاجة. يلا كده نشوف هنعمل ايه. نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا كده ايه كمية من البطاطا حسب طبعا الكمية اللي انت حباها. هنجيب البطاطا طبعا بدل ما نقشرها بالسكينة. فكرة المقشرة دي جميلة جدا، وبتخلي البطاطا تتقشر معايا بكل سهولة، وبتشيل طبقة الايه القشرة اللي هي ايه السميكة اللي بتبقى تحت القشرة الخفيفة ديت. مسكت البطاطا بتاعتي كده هوت، كنت نقعاها طبعا في مية ومنزلها طبعا الطينة اللي عليها ومنضفاها كويس وغسلتها كويس جدا. وبعدين ايه خدتها بقى قشرتها بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا دوت. وهبتدي كده اجيب ايه اي بولة عندي او اي صينية واقطعها حلقات، او زي ما انت عايزة ممكن تقطعيها باي شكل عشوائي. كده كده احنا ايه هنسلقها. بعد ما قطعتها كده دواير، هجيب معايا الحلة وهنزل ايه بكمية البطاطا بتاعتي. وهجيب معايا كده ايه السكر. هاخد بقى من السكر حوالي 3 ايه معالق سكر. 3 معالق مش اكتر، لان البطاطا ايه طبعا ايه مسكرة ما شاء الله. فانتي لو حاسة ان هي مثلا مش مسكرة معاكي زودي لها كمية السكر. فهي نوع البطاطا دوت بيبقى مسكر وايه ويعني طعمها ايه حلو، يعني مش محتاجة سكر كتير. وطبعا السكر برضو حسب رغبة كل ايه واحد فينا يعني. فانا حطيت يا دوبك 3 معالق مش اكتر بس. ونزلت بحوالي نص كوباية من المية، نص كوباية مش اكتر. هنسيبها بقى ايه على النار. هنرفعها على النار وهتسيبها تاخد سواها منها فيها. هي بقى هتنزل ايه عسلها وهتستوي منها فيها، مش هنحتاج مية. وهتنزل هي ميتها. رفعتها على النار بقى كده هوت وايه وقلبتها ايه السكر فيها وسبتها بقى على النار. خدت ايه سواها. بصوا كده هنا كده زي ما انتوا شايفين هي ايه بتغلي معايا، هي باينه من الجوانب. قلبتها كده، اللي من تحت كان استوى ودايب وبس. حبيت اقلبه وانزل اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان تكمل السوا. بس كده هوت. هسيبها برضو ايه تكمل. ما خدتش حوالي 10 دقايق على النار. هنا برضو ايه كنت بشوفها لقيتها معايا اللهم بارك بقت زي الزبدة. شفتوا كده هو دايبة ازاي معايا، تحس ان هي مش بطاطا، تحس اللهم بارك زبدة. بس بقى خدتها كده وحطيتها في بولة وايه وسبتها تهدى زي ما انتوا شايفين معايا كده. بصوا هي نص كوباية مية، ولا خلت حاجة لازقة في الحلة ولا اي حاجة. والحلة زي الفل ما فيهاش حاجة مثلا اتلسعت من تحت ولا اي حاجة. برغم ان انا الحلة اللي مسوية فيها حلة اللي هي الصاج بتاعت الطقم الصاج، فبرضو ايه ما لزقتش. اسفة بقى على حتتين قطعتين البطاطا دول مش عارفة غامقين كده، انا ما خدتش بالي منهم في التقطيع وللاسف حطيتهم. فيعني معذروني بقى على المنظر. بس جبت كده بقى الهرسة وهرست ايه البطاطا بتاعتي ونعمتها خالص وايه بقت معايا تمام. هجيب بقى معايا ايه شايفين كده. انا حابة اوريكم ان هي بقت معايا ناعمة خالص بالشكل دوت. بقت معايا تمام كده زي الفل. وهبتدي بقى ايه اجيب الخلاط بقى بتاعي وهبتدي ايه اكمل الوصفة بتاعتي. نكمل مع بعض. هحط بقى ايه نص كمية البطاطا في ايه في شفشق الخلاط. طبعا عشان مش هنحط الكمية كلها مرة واحدة علشان طبعا البطاطا برضو تقيلة. وصفة مغذية جدا ومفيدة وكلها فيتامينات. ولو ولادك ما بيحبوش ياكلوا البطاطا بالطريقة العادية مشوية او مسلوقة هتعجبهم بالطريقة دي وهيحبوها يعني. كلها فيتامينات وغذاء. نزلت من نص كمية الايه البطاطا. ومعايا كده حوالي ايه كوبايتين من الحليب. هنزل بقى بأول كوباية. معايا لبن دسم وايه وجميل، لبن فلاحي كده كنت جايباه من حد يعني لبنه كويس ومضمون. فاللبن ايه دسم وعليه قشطة ما شاء الله من غير ما يغلي ولا اي حاجة. حطيت كوباية وحطيت التانية. معايا بقى ايه باكت من الكريم كراميل. دي عبوة التوفير بتتباع في الايه في السوبر ماركت. اوفر ما تشتري العلبة اللي بيبقى فيها الباكت الواحد. دي عبوة توفير فيها ايه باكتين. هبتدي بقى ايه اخد بقى باكت كده منهم. انت طبعا حسب الكمية، لو الكمية عندك كبيرة هتحطي الباكتين، طبعا الكمية قليلة تحطي باكت
واحد حسب الرغبة يعني. فانا كانت الكمية معايا كبيرة، فهنزل ايه بالباكيتين. افتح بقى الباكيت وهنزل بباكيت الكريم كراميل. الكريم كراميل مع الحليب بيخلوها في حتة تانية وتحفة ما شاء الله، وكلها مليانة غذاء وفيتامينات. بس كده نزلت بالباكيت الاولاني وهنزل بالايه بالباكيت التاني. بس كده نزلت بالباكيتين الكريم كراميل وخلاص كده معايا تمام. طبعا ركنت الايه الصوص على جنب، الصوص الكراميل. وهاخد بقى كده ايه الشفشق الخلاط بتاعي، وهديلها بقى ايه ضربتين كده لغاية ما اخلي ينعم معايا خالص. زي ما انتوا شايفين كده بقى معايا سايل زي البشاميل كده، سايل خالص. بصوا كده بقى سايل معايا خالص ومفيهاش اي تكتلات. هو ده ايه السمك المطلوب اللي انا ايه عايزاه. بس كده ايه تمام. هبتدي بقى ايه اجيب بقى الايه القوالب بتاعتي. لو عايزة تحطيها مثلا تجيبي اللي هي ايه البولات الفخار ديت ألمونيا، اي حاجة انت عايزاها بقى. انا حطيتها في الصواني. جبت الصينية الاولانية دي كده وقلت ايه كنت بصراحة هحطها كده هوت من غير ما احط اي حاجة في الصينية من تحت. فنسيت ان ايه ان انا معايا الباكيتين بتوع الايه صوص الكراميل. فايه افتكرت يعني كنت خلاص هصبها ولحقت نفسي بصوا على اخر لحظة يعني. جبت بقى الباكيت بتاع الايه الصوص وهنزل فيه في ارضية الصينية كده. نزلت بقى بالصوص بتاعي في ارضية الصينية. نزلت كده بالباكيت كله او حسب برضو ما انتي بتحبي. نزلت بيه وهنزل بقى بكمية البطاطا. الصينية ديت يعني ايه مش كبيرة قوي، بس انا كان عاجبني شكل الوردة بتاعتها فقلت ايه اعملها ايه فيها. نزلت بقى بالكمية اللي هي ايه يا دوبك ملت ايه الصينية بتاعتي. بس كده. وكان معايا بقى الايه الصينية التانية هحط فيها بقية الايه المعيار اللي معايا. بس للأسف بقى بقية المعيار اللي معايا يعني ايه كان قليل على الصينية دي. فكنت بعد ما فرغتها بقى كنت عايزة افضيها في صينية اصغر. فقلت لا بقى خلاص هي كده ايه مش اشكال، هي كده هتستوي بقى وايه وكلها يعني ايه في كبير او صغير هي هتستوي. بس كده اجيب الاسباتيولا معايا انزل بقية ايه كمية البطاطا ديت. او لو عندك بقى ايه باقي عندك مثلا حبة لبن كده ممكن تحطيهم في شفشق الخلاط وتقلبيهم تنزلي بيهم كل الايه البطاطا الموجودة في الدرق بتاعي الخلاط او في شفشق الخلاط. نزلت كده بباقي الكمية كلها وهبتدي بقى ايه ادي الصينية ضربتين كده اهوت لغاية ما ايه الخليط كله يتوزع في الصينية. وبقى ايه اضافة كده من عندك لو انت حابة يعني. لو عندك بقى حتتين كده سمنة بلدي كده توزعهم على وش الايه الصينية. ما عندكيش عندك قشطة لبن شايلاها مفيش ايه مشكلة. انا بقى كان عندي بصراحة ايه قشطة كده في العلبة حطها في الفريزر. بحتاجها كده ايه في اي حاجة بشيلها من على وش اللبن. فحطيتها بقى كده. بس انا بصراحة دي ما كانتش قشطة لبن، دي كانت قشطة فلاحي كده جايالي ايه من البلد. فقلت بقى احط كام قطعة على وش الايه الصينية. حطيت بقى وزعت كده ايه على الصينية حتت حتت كده بسيطة بحيث يدوني ايه دسم كده وطعم ايه حلو. قشطة بقى عشان سايبة مطلعاها من بدري بس شوية عشان قلت ايه قبل ما اعملها تكون فكة معايا ما تبقاش مجمدة. فكانت ماسكة بقى مش عايزة تنزل في المعلقة. بس كده وزعت بقى الايه القشطة بتاعتي على وش الصينية. وكنت مجهزة بقى الفرن بتاعي على ايه الشواية. مش هولع الفرن، هي تعتبر كل حاجة معايا اصلا مستوية. لو حابة انت تديها مثلا ايه حوالي 10 دقايق تولعي الفرن من تحت ما فيش مشكلة. انا وديتها بقى ايه 10 دقايق كده في الفرن من تحت وبعدين ولعت ايه الشواية عليها. وخدت بقى ايه وقتها في الفرن. مش هتاخد معاكي والله 10 دقايق يعني. حتى لو انتي ما شغلتش الفرن من تحت هتشغلي الشواية مش هتاخد بكبرها اوي في الشواية 5 دقايق. بس كده استوت وايه وخدت الوش الجميل ده زي ما انتوا شايفين. لونها اللهم بارك وشكلها
تحفة. وبصوا كده من غير ما تتحط في تلاجة ولا اي حاجة، متماسكة وفي منتهى الجمال. يعني ممكن تطلعها تهدى وبعد كده تدخليها التلاجة عشان تتماسك. هي خارجة متماسكة لان أنا اديتها حوالي 10 دقايق كده على في الفرن، وبعد كده شغلت الشواية برضو حوالي من 5 ل7 دقايق كده، ما خدتش معايا الا الوقت دوت. دي طبعا السمك بتاعها كان رقيق لان كانت دي كمية الخليط متبقية يعني، لكن الصينية اللي هي الصغيرة دي خدت كمية كبيرة، فكانت اللهم بارك كانت مليانة على الاخر. القشطة عاملة دسم كده ومدية طراوة. ووش بصوا هنا وانا بدوقها يعني طعمها كان عاجبني قوي من طعمتها. كنت نسيت نفسي كده وانا بصور وفاتحه الكاميرا، وكنت عماله اكل بقى وناسيه نفسي. هنا بوريكم بس مش عارفه الاضاءه فيها كانت هنا اهوت، كان في حاجه في الاضاءه عماله تقل ولا فمش باين لكم يعني. عايزه اقول لكم ان هي اللهم بارك تحفه، طعم وطراوه وكل حاجه. اتمنى تجربوها، طريقه مفيده وبسيطه وسهله. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.